يحذر التلفزيون المصري المواطنين من وجود سيارة دفع رباعي سوداء اللون تحمل لوحات معدنية جمرك السويس تتنقل بين مناطق المطرية المنيا المسبير وأعلى كوبري 15 من مايو. ينزل منها 4 أفراد أو 5 منهم سيدات ينضمون للمسيرة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان ويقومون بإطلاق الأعيرة النارية على المواطنين، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري. وقد شاهد هذه السيارة الزملاء العاملون في الأخبار المسموعة. وكانت عناصر مسلحة تابعة لتنظيم الإخوان قد أطلقت النار بشكل عشوائي من فوق كوبري 15 من مايو أثناء مسيرة لهم بعد ظهر اليوم. وقد تمكنت كاميرات التلفزيون المصري من تصوير هذه العناصر أثناء قيامها بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين أسفل الكوبري. ومن جانبها أعلنت وزارة